سألت مجموعة من الناس اللي حواليا إيه أكتر حاجة ممكن تكون مخوفاكم في حياتكم؟ الإجابة كانت صادمة. كنت فاكر الناس هتبقى خايفة من الموت، من المرض. الأغلبية كانت مخاوفها حاجة تانية خالص. الخوف من الفشل، الخوف من بكرة، الخوف إن هما ما يكونوش كفاية في نظر اللي بيحبوهم. وتحس إن إحنا كلنا شايلين نفس الحمل ونفس الفكرة ونفس الخوف، وكل واحد بطريقته. الخوف بقى ده ملهوش علاقة بالواقع قد ما ليه علاقة بقلق وجودي. خايفين من مجهول أكتر من مخاوفنا من مخاطر حقيقية ممكن تكون بنمر بيها أو حوالينا. لما بنحبس الخوف ده جوانا مخنا بيترجمه لضغط عصبي مستمر، فبنعيش في حالة دفاع طول الوقت، survival mode. وده اللي بيخلينا مش عارفين نستمتع بأي لحظة حلوة. والمفاجأة إن لما الناس بدأت تتكلم وتشارك مخاوفها، اكتشفوا إن البعبع اللي جواهم صغر جدا. الخوف بيكبر في الضلمة وبيموت لما بنسلط عليه النور ونعترف بيه. مخاوفنا مش دليل ضعفنا، هي بس دليل إن إحنا محتاجين نطمن مش أكتر. الخوف بيكبر في الضلمة وبيموت لما بنسلط عليه النور. لو سألتك بقى دلوقتي إيه أكتر حاجة شغلة تفكيرك وخايف منها، اكتبها في الكومنت. يمكن لما تطلعها تلاقيها أصغر بكتير مما تتخيل.